ايه سطي؟ احكي لي لشوف، شلون كنت تنقل الاخبار عن اهل الحاره والثوار؟ شلون قتلت الزعيم وابو سمير الحمصاني؟ عقيد ببوس ايدك تسامحني، عقيد ببوس ايدك تسامحني. احكي عم قلك. عقيد والله انا ما كنت بدي اقتل حدا. رح تحكي ولا بخلص عليك لك واطي؟ بحكي عقيد احكي لشوف. عقيد انا اول شيء راقبته لابو سمير، صرت شوفه كنت اعمل حالي اني ماني شايفه، بس انا كنت شايفه بعيوني. بعدين عقيد ركضت وراه، مشيت شوي ما خليت حدا يحس علي. بعدين طلعت له من قفا الحيط بدون ما ينتبه علي، مسكته ناولته ضرب معي عقيد. الزعيم كان كاشفني اني انا اللي قتلت ابو سمير الحمصاني. طلعت الخنجر عقيد، خبيت قفا الحيط، غطيت له للزعيم، ولما فتل ظهره ضربته للزعيم ضرب عقيد. ولما فتل علي نزل دم على وشي عقيد وشافني وعرفني عقيد. هو عرفني قبل ما يموت، قال لي عرفتك يا واطي، قتلته للزعيم عقيد، انا اللي قتلته للزعيم. يا باطل بدي احلف برحمتك، بس انت طوال عمرك ما بتحبني احلف الا بالله العلي العظيم. قسما بالله العلي العظيم واللي خلق الكون ب6 ايام، يحرم علي النوم طوال غريمك عايش يا زعيم. وما بكون العقيد ابو شاب اذا ما قتلته بايدي هدول. بوس ايدك لا تقتلني عقيد، بوس ايدك لا تقتلني عقيد. هي دار الزعيم، وهي دار ابو سمير الحمصاني، وهي دار الزيبق، وكلها الحارة الضبع.